اجواء رمضانيه هتعيشوها في ذا جارد اوتيل. من اول ما بتدخل من الجيت وهتلاقي ديكوريشنز رمضان موجوده في كل مكان، وطبعا الديكوريشنز دي اقل حاجه هتبسطكم هناك، عشان الاكل بقى والشو اللي بيبقى موجود كل يوم في رمضان هيوديكوا في حته تانية خالص. عندهم اوبن بوفيه بيبقى فيه كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها وكل الاكل التراديشنال اللي بنبقى متعودين عليه في رمضان. انا بجد مش محتاجه ان انا اتكلم على كواليتي الاكل زي ما انتوا شايفين خطير، مفيش اي حاجه هيبقى نفسكم فيها ومش هتلاقوها في البوفيه. ولو انتوا بقى حابين ان انتوا تروحوا تفطروا هناك بس تختاروا اللي انتوا عايزينه من المنيو، فهم بقى عاملين منيو مخصوص في رمضان لمطعم بلو بول. وجربت بقى من عندهم صينيه حتشبسوت، ودي بيبقى فيها كل حاجه زي ما انتوا شايفين كده، وبتكفي بقى من فردين ل4 افراد، فانتوا لو صحاب ممكن تشيروا فيها وهتعجبكم قوي. ولو انتوا مش حابين ان انتوا تجيبوا صواني فهم عاملين بليتس برضو لذيذه وبيبقى فيها كل حاجه. يعني مثلا البليت ده كان اسمه باب زويله وفيه كباب وكفته وشيش كمان. ولو حد بقى بيحب الاكل البيتي قوي هيعجبه معبد حتشبسوت، لان ده بيبقى عباره عن نص فرخه بلدي محمره وبيبقى نازل معاها كمان رز بالشعريه وملوخيه. قبل بقى ما نتكلم عن الفايبس الرمضانيه الخطيره اللي هم عاملينها دي، انا حابه بس اقول لكم ان الديزرتس عندهم يا جماعه مش طبيعيه بجد، لازم تجربوهم كلهم. ده غير كده هم عاملين حاجه لذيذه قوي وجايبين عربيه ذره وعربيه بطاطا في المكان، ودي حاجه عجبتني قوي عشان لايقه قوي على الجو البرد اللي احنا فيه ده. والمفاجاه بقى ان هم عاملين 10% خصم لاي حد هيجي تبع ريموت لما هيقول لهم كود الخصم اللي هو ريموت 10، فاكيد ما تفوتوش الاوفر ده.